السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلامي عمرو أديب بعد فوز الأهلي على المقاولين العرب وصعوده إلى المربع الذهبي في كأس مصر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز النادي الأهلي في المباراة الماراثونية على المقاولون العرب بركلات الترجيح، فقد صرح الإعلامي عمرو أديب بعد هذه المباراة وقال: ايه الحظ الوحش اللي بيقابلني دايما مع الاهلي. انا قلت الاهلي بعد ما لعب ب10 لعيبه في الوقت الاضافي الاول هيخسر ويطلع من الكاس، والمقاولين هيمسك كوره ويبدا يهاجم ويفوز. لقيتهم راحوا لضربات الجزاء والاهلي فاز بالنهايه. الاهلي يا جماعه هيجيب له نقطه ويشلني. الاهلي يفضل مقعدني 4 اشواط اتفرج عليه وفي الاخر يكسب في النهايه. ده انا كنت متعشم ان المقاولين يكسب. الاهلي كده وصل قبل النهائي، ومن السهل قوي الاهلي يكسب في المباراة الجاية ويقابل الزمالك في النهائي، وربنا يستر على الزمالك تاني بعد ما اتفضحنا في الامارات. المرة ده هيودونا فين؟ قطر ولا الكويت؟ ما احنا اتفضحنا في كل حتة. بس انا والله مبسوط ان الاهلي كسب النهاردة عشان يذل الزمالك، عشان نمشي مرتضى منصور. ما هي مش ناقصة كمان مرتضى يفضل قاعد على قلوبنا طول الفترة ديت وموقع النادي، وكل شوية اللعيبة بتهرب من الزمالك. وانا بسمع ان فريرة شكله خالع، يقول لك ابو مراته مات. ابوها مين يا عم؟ ده انت عندك 70 سنة. انا بقول لكم وعلى مسؤوليتي فريرة مش هيكمل مع الزمالك من التصريحات اللي كل يوم بيسمعها من مرتضى منصور. امنية حياتي الاهلي يقابل الزمالك، وانا كزملكاوي اتمنى فوز الاهلي عشان نمشي مرتضى منصور من الزمالك ان شاء الله. وفي النهاية لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.